يا مساء الفل. تعالى اقولك على كنوز واستخدامات القرنفل او المسمار. اول معانا استخدام، هنجيب ولاعة ونولع في واحدة قرنفل كده. وتعالي بقى اقولك ان القرنفل ده من اقوى مضادات الاكسدة. معروف ان زيادة الاكسدة بتزود الامراض والالتهابات اللي بيسببها السكر والتهابات المعدة وكمان الالتهابات الجلدية. واول بقى ما تختبريها وتلاقيها باردة، خديها كده. ولو عندك بقى فراغات في الحاجب او شعرات بيضة كده، ممكن تدهني بيها من القرنفل كده او المسمار. بيدي لون زي ما انت شايفة اسود. وعلى فكرة اللون بيثبت، يعني انا بمسحه جامد عشان يمسح، شايفة؟ وطبعا هيكون افيد بكتير جدا من الاقلام بتاعت الحواجب اللي هي بيبقى فيها كيميكالز. وان هي كمان ده القرنفل مفيد جدا، وزي ما قلتلك بيعالج مشاكل الجلد. لو عندك تساقط في شعر الحواجب او عندك قشرة في الحواجب او عندك اي مشاكل، هيكون كمان حاجة مفيدة جدا وطبيعية. هتعمليها في ثواني، والواحدة اللي احنا ولعنا فيها دي هترسم معاكي الحواجب يعني لفترة طويلة، كأنك عندك ألم كحل أو ألم للحواجب كده بتستخدميه. تاني استخدام معانا للحشرات يا بنات، او سوس الخشب. كتير مننا بيخاف من السوس اللي بيطلع في الخشب، او مثلا بتبقى فيه تحت السرير روايح مش حلوة، او في قاعدة الدولاب من تحت بتحسي ان الدولاب مكمكم شوية. هتجيبي بقى آه، بعض من القرنفل على حسب طبعا حجم المكان اللي انت عايزة تحطي فيه. وهو ريحته قوية جدا وطاردة لأي نوع من الحشرات، وكمان بيمنع تكوين الحشرات تماما، وبالذات السوس. مش ممكن يتكون معاكي سوس الخشب، بتاخديه تحطيه على تحت المرتبة كده، على أطرف الخشب بتاعة السرير أو تحت السرير. بيعمل ريحة عطرية جميلة جدا، كأنه كده بديل للنفتالين اللي احنا بنحطه عشان الكمكمة. وكمان زي ما قلت لك طارد للصوص واي عته واي مشاكل. وممكن تحطيه في قاعده الدولاب من تحت خالص، برضو بيعمل ريحه حلوه جدا. وما تقلقيش، هو ريحته جميله جدا ونافذه، وكمان بتطرد الحشرات. وزي ما قلت لك اكتر حشره بنخاف منها هي سوس الخشب. طاردة جدا وبتمنع تكوينه. لو عندك خشب جديد كمان ممكن تستخدميها منعا لاي سوس فيه. تاني بقى استخدام معانا، كلنا بنحب الشاي، كلنا بنعشق كوباية الشاي، بس عندنا مشاكل في المعدة. بيعالج بقى مشاكل المعدة يا بنات والتهابات المعدة. مش بس كده، جرثومة المعدة كمان. تخيلوا، هنستفاد بقى بكوباية الشاي بدل ما تكون مضرة، هنخليها كوباية شاي مفيدة، بان ان احنا هنزود 3 حبوب من القرنفل، مش هنكتر عن كده. وما تقلقيش، طعمه مش قوي ولا حاجة. ولو انتي ما بتحبيش طعمه خالص يعني مع الشاي، ممكن تحطي واحدة بس او 2، بيدي فايدة كبيرة. وزي ما قلتلك بمجرد ما بتشربيه وهو نازل كده بيعالج اي التهابات، سواء في الحنجرة او في الفم او في اللثة او في اللسان، حتى كمان التهابات المعدة. حقيقي هو صيدلية متكاملة، سبحان الله. المسمار او القرنفل حقيقي صيدلية في بيتك، واحنا ما بنستخدمهوش كتير. يفضل طبعا استخدامه في المشروبات والمأكولات لا خالص، لانه عطر جدا وريحته قوية. الاستخدام ده بقى معانا استخدام مميز جدا. بنات كتير بتشتكي من التساقط او القشرة في الشعر او الصدفية كمان في الجلد، الشعر فوق في فروة الرأس. عايزين بقى نقول ايه؟ ان احنا هنحط قرنفل مع كل 200 ملي من الشامبو. هتحطي 15 عود من القرنفل او 10 عواد من القرنفل. وطبعا انا هنا بحط مثلا قليل، لاني انا قبل كده حاطه في الشامبو، انا بس بوريكم الحجم اللي معايا ده. الشامبو ده كبير 400 ملي، فطبعا بيحتاج مثلا حوالي 30 واحده من القرنفل. وهترجيه كده وهتسيبيه بقى مع كل استخدام للشعر. هيحافظ على فروة الشعر وهيطهر الفروة من اي مشاكل جلدية، وكمان هيمنع ظهور القشرة، وهيخلي ريحة شعرك جميلة جدا. والاستخدام ده هيبهركم تماما. تعالوا نشوف. هنجيب القرنفل معانا، كمية من القرنفل حوالي معلقة صغيرة، وهنحطها بس في مية سخنة بسيطة. يعني بمجرد ما تتبل معانا كده، هنحطها جوه قطنة او جوه مناديل مطبخ، يعني جوه حاجة ما تتقطعش. وهتقفلي وتبدأي تستخدميها على الأماكن اللي فيها مشاكل في المفاصل،
مفاصل الصوابع او مفاصل الجسم. وكمان لو عندك مشاكل كمان جلدية ممكن تضيفيها كده، لو عندك التهابات مثلا في جلدك او اكزيما او صدفية بتضيفيها كده وبتقفلي عليها شوية، بتلزقيها بلزق او برباط ضاغط. وممكن لو تعملي لها كمان اللي هي قربة مية سخنة لو على المفاصل، عشان كمان الزيوت العطرية بتاعته تطلع، بيعالج التهابات المفاصل بشكل حقيقي فعال. وكمان معصم اليد من هنا بتبقى دايما في مشاكل عند الستات بسبب نقص فيتامين بي، بيبقى حقيقي علاج الالتهابات، وكمان زي كأنه مسكن كده. بتسيبيها طبعا مربوطة على ايدك شوية، مش بتحطيها وبتشيليها، يعني ممكن اكتر من كذا ساعة. طبعا ريحته مميزة جدا وعطرية وجميلة كمان، ومع التكرار ان شاء الله الالام بتقل كتير. كتير مننا بقى بناكل اكلات فيها بصل او ثوم بنتضايق من رائحة الفم، خاصة مثلا لو في مكان برا البيت وممكن ما تكونش معاكي الفرشة والمعجون اسنان، وبتبقي مثلا عايزة تاكلي حاجة سريعة ورا الاكل، يبقى القرنفل، واحدة من القرنفل بس هتبقى اقوى من لبان كلوريتس واقوى من الهولز واقوى من الحاجات دي كلها. انسي كل ده، واحدة قرنفل هتمضغيها، ولو مش قادرة تستحملي طعمها لان طعمها قوي جدا وحراق زي الهولز كده، ممكن ان انت تطحنيها وتمضمضيه بقك بشوية مية، وتتغرغري مثلا بشوية مية كمان. اي التهابات على اللثة او في الفم او روائح كريهة بيزيلها تماما. الاستخدام بقى ده هيبهرك تماما. هنجيب معلقة من القرنفل واي بخاخة فاضية عندك زي دي اوعي ترميها، وهنعاير البخاخة مقدار البخاخة اللي انت عايزاه مرتين، وهنحط معلقة صغيرة نسيبها تغلي على النار شوية حلوين لحد ما الكمية بتاعت المية تقل لحد النص. وطبعا طبعا تخلي بالك كويس انك تغطي الحاجة اللي انت هتغلي فيها القرنفل، عشان الزيوت العطرية بتاعته ما تتبخرش مع بخار الماء. الخطوة دي مهمة جدا يا بنات، انك طالما هتغلي على النار لازم تغطي الحاجة اللي انت بتغلي فيها بأي غطا عشان الزيوت العطرية ما تتغيرش. وبعد ما يغلي ويبرد تماما تماما هتجيبي البخاخة بتاعتك، سواء بخاخة بلاستيك او ازاز، وهتضيفي فيها الكمية اللي احنا غليناها دي في البخاخة. وكل يوم هترشي من البخاخة دي سواء على شعرك او على الجسم، حتى لو عندك التهابات في الجسم او كمان لو عندك تورم في الجسم هتنفعك جدا البخاخة دي. فلو عندك مشاكل في الشعر او تساقط مثلا او كمان القشرة، بترش رشة بسيطة على الفروة وبتدلكيها. او كمان لو عندك منطقة متورمة في جسمك بترش منها رشة بسيطة على الجلد وتدلكيها، او بتسيبيها تنشف. او كمان لو عندك مثلا مشاكل اكزيما او صدفية او حساسية على الجلد بترش منها رشة برضو وبتسيبيها كده تنشف. وما تقلقيش طالما احنا غليناه مش بيكون حراق ولا مثلا مش هتستحمليه والكلام ده، لا خالص. وكمان لو رشتيه على فروة الشعر بيساعد على انبات الشعر، وكمان بيساعد على ان القشرة تقل من الشعر، وكمان بيدي ريحة حلوة جدا للشعر. بصوا بقى انا برش على ايدي وصدقوني بمجرد ما حطيته على ايدي كده عمل ريحة جميلة جدا. بصوا انا بشم ايدي بجد عمل ريحة جميلة جدا، وطبعا مش حراق لان احنا غليناه غلوة ممتازة جدا على النار. فلو عندك بخاخة زي دي اوعي ترميها، دي كنز في بيتك، واستخدميها مع القرنفل، وخلي البخاخة دي عندك دايما. لو عندك تورم مثلا حوالين الركبة، لو اتخبطتي وحتة متورمة هتنفعك جدا البخاخة دي. الاستخدام اللي جاي بقى يا جماعة هيعجبنا جدا، وخاصة ان احنا داخلين على فصل الصيف، وساعات كتير ممكن يحصل تسوس عندنا في الرز او البقوليات، وبنبقى خايفين. طبعا الحاجات دي اسعارها غالية جدا دلوقتي، فلازم اي كمية من الرز تخزنيها او هتشيليها. وطبعا داخلين على فصل الصيف حطي معاها قرنفل. القرنفل بيمنع حاجة تسوس زي ما قلنا، واي صوص فيها مش ممكن تلاقيه. وهتضيفي معاها القرنفل كده وتخلطيه وتطمني وانتي شايلاها، وحطي في بطنك بطيخه صيفي، مش ممكن الحاجه تسوس منك ابدا. الاستخدام الجاي بقى هيعجبك جدا. القرنفل زي ما قلنا ينفع كمان فقدان حاسه الشم والتذوق،
افاد كتير ناس جدا، ودكاتره كتير اشادوا بيه. انا شخصيا عجبني جدا، من الحاجات اللي رجعت حاسه الشم والتذوق عندي وقت ما اتصبت بكورونا. كمان بيمنع تسوس الاسنان وبيعالج التهابات اللثه اللي بتكون متعبه جدا. كمان بيعالج مشاكل زي ما قلت لكم، التهابات اللي هي الحنجرة، وكمان الالتهابات اللي بتيجي على الصدر بسبب الكحة والبلغم، لان الزيوت العطرية اللي فيه كأنها كده موسع للشعب. تكون المشروب ده ان احنا بنغلي منه كام واحدة كده، حوالي 3-4 في مية على النار، وطبعا برضو بتغطيها، وبعد كده بتصبيها وبتسكريها مثلا بسكر او بعسل وبتشربيها. بجد بتفتح الصدر كأنك خدتي دواء للكحة، وطبعا مفيد مليون مرة مضادات الالتهابات. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بتعملوا لايك وتابعوا القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وبنقدم وصفات اقتصادية وسهلة وبسيطة وأفكار جديدة.